السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هعمل الكسكسي بس بطريقة سهلة، يعني اللي مش بيعرف يعمله هيعمله إن شاء الله. فدلوقتي هجيب الكسكسي ده أهو، كيلو كسكسي بس منخول، أنا نخلاه. دلوقتي هجيب كوباية كده مليانة مية، هحط لها بقى حبة ملح كده صغيرين كده، يعني نص معلقة ملح كده. بس هنقلب الملح بقى كده اهو بالمية كده اهو، وندلدق كده اهو اهو. هنبدأ نقلب بالمعلقة كده او بايدينا زي ما انتوا حابين اهو كده اهو. هنفضل كده نقلب كده اهو لحد ما نخلص الدقيق كله يتشرب الكسكسي كده، الدقيق كله كده يتشرب الكسكسي. بعد كده ما يتشرب الكسكسي بقى هنبدأ ننخله بقى، وعلى حسب ما ياخد. يعني انا عامله الكوبايه دي، لو احتاج اكتر هحط له ميه تاني يعني. المهم انه كل الدقيق يتشرب من الكسكسي. ففي دقيق بياخد ميه كتير ما بياخدش، بس انا معياري على طول هي الكوبايه دي، الكوبايه دي المعيار بتاعي. بس بقى كده بقى هننزل بقى كده الدقيق اللي في المعلقه ده، وهنبدا بقى نحطه بقى في الكبه اهو. شوفوا بقى، هناخد بقى حبه حبه كده نحطهم في الكبه كده. وهنضرب بقى اللي في الكبه ده ثواني معايا وكده اهو. بعد ما عملناه كده حطيناه في الحته ديت، وحاطه تحت الحته شوك كده عشان ما تلزقش اهو. ف فهنحط بقى نقفل عليه كده حلو قوي كده. اهم حاجه الحله تكون المصفى تكون كده ثابته في الحله. بس اهو كده اهو، نقفل كده عليه جامد قوي، ونقوم حاطين بقى كده الحته مغطينه بالحته النضيفه دي، انا مخليها للكسكسي بس. وهنبدا نولع بقى عليه بقى، حتى نولع فين، نولع بالكبريت. هنولع عليه وهنسيبه ساعه بالظبط، ساعه الا 10 ممكن. بس هولع عليه كده، استنوا بقى ثواني. هحط تاني بقى، بعمل الفوطه دي كده، بحط فوطه كده عشان يبقى متغطي جامد، واحط فوطه بالعكس كده. بس كده بقى هشوف الساعه كام وهسيبه بقى كده لمده ساعه. هنا بقى بعد ما طلعته من على النار، يعني حطيت له برضو نفس كوبايه الميه، ناقصه بسيطه يعني كوبايه الا ربع ميه. وبعدين بقى بردته وقلبته كده. هنبدا بقى نضربه هنا بقى في الكبه، وهنحطه على النار تاني، هنحطه مره تانية على النار. فخليكم معايا بقى، هضربه في الكبه واحطه على النار وارجع لكم تاني اوريه لكم بقى، ما دي اخر مرحله يعني. بقى كده ورجعت لكم تاني اهو، بعد ما قعد تاني مره على النار. قعدته ساعه برضو، ممكن ساعه الا 10، ساعه الا ربع في تاني مره. وبرضو يعني اما طلع عملته اول مره يعني. وبعدين حطينا له ميه اول مره بملح عشان اللي مش عارف. تاني مره بقى يعني حطيناه على النار تاني مره بقى عملناه ميه من غير ملح، بنفس مقدار الميه يعني، او اقل على حسب كل دقيق يعني ما هياخد. بس بردته وحطيته تاني مرة على النار. وبعد كده خلاص بقى كده، هو اتضرب مرتين بقى في الكبة بس. يعني أول مرة بنضربه في الكبة، تاني مرة ما بيطلع من على النار بنضربه في الكبة. وبعدين بقى بتبقى النتيجة اهي بقى خلاص. يبقى كده مش محتاج لا مصفى ننزله من مصفى ولا حاجة. إذا كان في دي بتتفتفت اهي، الكلاكيع دي بتتفتفت اهي عادي كده على طول. فيعني مش مهم، الكلاكيع دي بتتفتفت كده هي على طول، كل ما تمسكيها تلاقيها اتفتفتت كده على طول. فكده حلو ده كده. اخر حاجه اسيبه بقى اما يبرد واقوم معبياه بقى. فدي اسهل طريقه للكسكسي، دي اسهل طريقه. يعني اللي مش عارف هيعرف يعمله. بس اهم حاجه الحله تكون ما يعني، يا حله كسكسي هتبقى حلوه، يا حله تكون محكمه، المصفى تكون غطسه فيها كده ما بتطلعش بخار ولا حاجه. البخار يبقى طالع على الكسكسي كده، تبقى جميله قوي. ويا ريت تجربوها، الطريقه دي سهله وحلوه قوي.
وشكرا لكل اللي متابعيني، وشكرا يعني ليكم كلكم، يا رب يخليكم ويبارك فيكم ويديكم الصحة والعافية، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى.